السلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة الأعزاء الكرام. اليوم نحن 4 سبتمبر 2020 أمام السفارة الصينية في لاهاي. لماذا نحن هنا؟ يعني نحن الآن كما ترون، ممكن أنتم سمعتم في يعني في الفيسبوك، في تويتر، في الميديا، يعني هناك أكثر من 1,000,000 شخص أويغور مسلم في المخيمات النازية. هم يتعذبون في شتى أنواع العذاب، والمسلمون خاصة المسلمون والعالم صامت، ما يتحرك وما يتكلم ويسكتون على الظلم. لماذا أنتم ساكتين على الظلم؟ على الأقل أنتم تصوتون أو تتحدثون وتقاطعون منتجات الصينية، وهذا مهم جدا، لأن الأويغور إذا قلتم هم مسلمون، إذا أردتم أنهم إخوان، أنهم إنسان، لا بد أن تقفوا بجنبهم. يعني أخونا عبد الرحيم غني هو من أبناء أهل تركستان الشرقية. هو يعني كان كما ترون أن يعني تقريبا 3 سنوات مستمر يعني في المظاهرة في أمستردام وشتى أنواع المدينة هناك. واليوم أيضا في أمام برلمان هولندي، وتطالبون، هو يطالب ونحن أيضا نطالب مع بعض. يعني أين عائلتنا؟ تقريبا أكثر من 3 سنوات نحن ما نستطيع أن نتواصل مع عائلتنا. يعني الأخ، يعني هذا الصور، أبوه، أمه، إخوانه، أكثر من 3 سنوات ما يستطيع أن يتصل، وما يستطيع أن يشوف حتى في الإنترنت بالتليفون. ما في هناك يعني تواصل، ما يستطيع يتواصل، لأن هذا الصين، هذا السفارة الصينية كما ترون، هم يعني يقاطعون، يعني يقاطع يعني التليفون، كل شيء. يعني ما يستطيع واحد أن يتصل في هذا العصر، ما يستطيع أن يتواصل مع عائلته. ولكن كيف أنتم تشوفون أي إنسان الآن أي مكان هو يستطيع أن يشوف أبوه، يشوف ابنه، يعني ولو في الكاميرا وبالتليفون هو يستطيع أن يتواصل. ولكن نحن أكثر من 1,000,000 شخص في الخارج، يعني ما يستطيع أن يتواصل مع أسرته. أرجو أن من الجميع، من العالم، يعني خلاص، يعني يتحرك، عليهم أن يتحركوا، عليهم يتحدثوا هذا الظلم. لأنكم إذا أنتم صبرتم هذا وسكتتم هذا، لعل الأمر يأتي عليكم. يعني الظلم، ما دام أنكم فهمتم هذا الظلم، لابد أن تتحركوا، وإذا لم تتحركوا يأتي عليكم الدوائر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك أرجو التحرك والمقاطعة المنتجات الصينية. هذا الأويغور أكثر من 30 مليون أويغور يشتغل بدون راتب، بدون أكل، بدون أي شيء، يشتغل في المخيمات النازية، دائما يشغلون. وهذه المنتجات الصينية على أساس أنهم ما يأخذون أي راتب كالعبيد، يشتغلون 30 مليون إنسان بيشتغل بدون راتب، معنى ذلك أنه رخيصة. فلذلك أرجو تقاطعوا المنتجات الصينية. شكرا وإلى اللقاء.